إجراء حسن نية إيجابي من إدارة الزمالك تجاه أوسوريو. مصدر من داخل نادي الزمالك كشف أن إدارة النادي الحالية قامت وخلال الساعات القليلة الماضية بصرف راتب شهرين من مستحقات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء، وذلك إثبات حسن نية من إدارة الزمالك تجاه المدرب الكولومبي، ولتفادي أي مواقف من جانب المدرب في حالة تأخر صرف مستحقاته، حيث كان يتبقى لأوسوريو 3 أشهر من مستحقاته، وحاليا حصل على شهرين ويتبقى له شهر واحد، وسوف يحصل عليه عقب العودة من الراحة بحسب المصدر من داخل الزمالك. ويتواجد الفريق في راحة حاليا، ويتواجد أوسوريو في بلاده قبل العودة من أجل الاستعدادات القادمة للموسم الجديد، حيث يستعد الزمالك للعودة للتدريبات يوم 25 أغسطس الحالي استعدادا لبداية الموسم القادم. يذكر أن إدارة الزمالك أشادت بموقف أوسوريو في تحمل ظروف النادي المالية الأخيرة، وإصراره على الاستمرار في قيادة الزمالك رغم هذه الظروف القاسية.